جدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع نادي ليفربول في أبريل نيسان الماضي، ونشر النادي حينها صورته وهو يجلس على كرسي في ملعب أنفيلد. سجل محمد صلاح 250 هدفاً بقميص ليفربول منذ انضمامه عام 2017، وتوج مع الفريق بلقبين في الدوري الإنجليزي ولقب بدوري أبطال أوروبا، كما نال لقب هداف البريمير ليج 4 مرات. لكن صلاح واجه مؤخرا واقعا صعبا مع ليفربول تمثل في الجلوس على دكة البدلاء. تحدث عن مشاعره حيال ذلك في تصريحاته الأخيرة. نستمع. أشعر بخيبة أمل شديدة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي، الجميع رأى ذلك في السنوات الأخيرة، خصوصا الموسم الماضي. لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء. أشعر وكأن النادي يتجاهلني. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جدا أن أحدهم سيلومني. وعدني النادي بالكثير في الصيف، لكنني جلست على مقاعد البدلاء في 3 مباريات. لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعود. للمرة الأولى في مسيرته مع ليفربول يغيب محمد صلاح عن المشاركة في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام ليدز يونايتد وويست هام يونايتد وساندرلاند. يأتي حديث صلاح عن تحميل النادي مسؤولية تراجع الأداء في ظل نتائج سلبية متلاحقة، فقد خسر ليفربول 6 مباريات من آخر 9 مواجهات في الدوري الإنجليزي، ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، بينما يحتل المركز 13 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. إذن في رد فعل من إدارة النادي، أفادت تقارير إعلامية بعزم الإدارة على عقد اجتماع يضم محمد صلاح والمدرب الهولندي أرني سلوت، مع وجود تفكير جدي في استبعاد النجم محمد صلاح من قائمة مباراة انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. إذن سيلعب محمد صلاح آخر مباراة له مع ليفربول أمام برايتون، لينضم بعدها إلى المنتخب المصري استعدادا لكأس إفريقيا في المغرب. فهل سيعود إلى ليفربول؟ اكتبوا لنا في التعليقات.